السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم على خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الفطائر كيجيو زوينين ورائعين، بساط، ساهلين في التحضير. ندوزو نشوفوا المكونات والطريقه. هنا البنات خديت واحد الاناء غندير فيه جوج تاع الكيسان تاع الحليب. هنا البنات الكاس تاع قياس تاع الكاس تاع العنبه اللي كنعبرو به، راه معروف عندنا حنايا. هنا خديت كاس تاع الزبده، هنا ذوبتها وعاود صفيتها. غادي نزيد واحد المعلقه تاع الخميره تاع الخبز، وغادي نزيد 3 تاع المعالق تاع السكر. هنا الحلاوه على حسب الذوق تاعكم، تقدروا ديروا 4، انا اكتفيتها ب3. هنا غادي نخلط هذوك المكونات. تذوب ليا ديك السنيده وديك الخميره. كما قلت لكم البنات، هاد الفطائر راه ساهلين وكيجيو زوينين، في اخر لحظه كيتوجدوا. هنا غادي نحتفظ بهذا الخليط، وغادي ناخذ هنا خديت البنات لي زيبينار والقزبر قطعتهم. هنا الدراري اللي ما كانوش كياكلوا عندكم هاد السبانخ والقزبر راه غتدخلوا ليهم في هاد الفطائر. هنا زدت واحد قبيصه تاع الملح، وغادي نزيد نشا او مايزينا. هنا زدت البنات 3 تاع المعالق، وغادي نضيف واحد الخميره من فئه تاع 8 غرام. هاد الفطائر كيجيو هشاش ورطبين البنات، كما قلت لكم حتى لاخر لحظه توجدوهم مع شي بريريت تاع اتاي. هنا غادي ندخل في الدقيق. هنا بقاو معايا حتى الاخر وغنقول لكم شحال هز ليا هاد الفطائر، شحال هزو ليا تاع الدقيق. وثاني الدقيق على حساب، كاين الدقيق اللي كيكون حرش كيشرب، وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. انا غنبقى نزيد في الدقيق وانا كنحرك. المره الاولى غادي نخدمها بهاد السباتيلا. ملي تبدا تقال ليا العجينه غادي نخدم ايدي. غادي نضيف ديك لي زيبينار او السبانخ مع شويه تاع القزبر. هاد الفطائر البنات راه كيجيو ما بين الحلاوه والملوحه، كيجيو عاطيفهم واحد المذاق زوين. هنا غادي نخلط حتى تخلط ليا دوك لي زيبينار مع العجينه، وغادي نبقى مستمره. غادي نبقى نزيد في الدقيق. البنات العجينه ما تكونش عندكم قاصحه، تبقى رطبه.
هذا هو القياس اللي بغينا تاع ما تكونش قاصحه، تكون مازال رطبه. هنا هزت ليا تقريبا 650 غرام تاع الدقيق، 6 كؤوس ونصف بقياس تاع الكاس تاع العنبه. هنا غادي نقسم ديك العجينه على جوج باش نسرحها. غادي ناخذ واحد الورق تاع الزبده، غادي نفرشو لتحت. هنا البنات انا ما بغيتش ندير ليها الرشه بالدقيق، درت ورق تاع الزبده. تقدروا ديروا حتى الا كان عندكم بلاستيكه، حتى هي تسرحوها ما بين بلاستيكه وبلاستيكه. هنا غادي نضغط عليها شويه، عاد غادي ناخذ المدلك باش نسرحها. هنا العجينه البنات ما ديروا تخلوهاش غليظه حيت فيها الخميره، نديروها رقيقه بزاف حيت ملي غادي ندخلوها للفران غادي يطلع لكم غتخمر. هنا غندوز يدي على ديك العجينه من الفوق، وغادي نقلب هذوك الوراق تاع الزبده بحال كما كنديروا البسكوي. ملي كنسرحوه كنعاود ندوز يدي ونحيد داك الكعب تاع الزبده. ما كتلصق لكم البنات ما والو. هنا غناخذ واحد الجرار، شوفوا نتوما باش ما بغيتو تقطعوها، انا خديت هاد الجراره تاع الشباكيه مع فيها دوك السنينات باش يخلوا لي العجينه فيها ديك الطراساج من الجناب. غادي نقاد هذيك العجينه غنعطيها شكل مثلث. كما قلت لكم البنات وليداتكم اللي ما كانوش كياكلوا لي زيبينار تدخلوا لهم في هذه الفطائر، راه كيجيو رائعين البنات. هنا غادي نقطع مستطيلات. تقدروا ديروهم دوائر، تقطعوهم بشي كاس ولا شي حاجه دوائر. حنا كندوزو وكنديو ونجيبو باش يطرس لنا دوك السنان تاع ديك الجراره. كما كنبداو نقطعو الشباكيه. هنا قطعتهم مربعات كيكونوا على هذا الشكل. هنا سرحت العجينه الثانيه حتى هي غنقطع مربعات مستطيلات. صافي ونعاود نقطعها حتى هي مربعات. من بعد ما نحيد هذوك الجناب هما نجمعوهم ونعاودو نكوروهم ونعاودو نسرحوهم. هنا البنات انا غادي نتقابهم في الفرشيط. انا الاولين تقطع لي داك المقطع تاع ملي كنت كنتقب فيهم. هنا البنات بعد ما كملتهم انا مسخنه الفران غندخلهم الفران. هنا بعد ما خرجتهم كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رطبين. هذا هو الشكل البنات النهائي تاعهم، راه كيجيو كيذوبوا في الفم رطبين وخاوين من الداخل. هنا البنات اللي بقى معايا حتى هنا وشاف النهائي يدعمني ويشترك في القناة فضلا منكم، وإلى اللقاء إلى فيديو لاحق إن شاء الله.